مرحبا بكم في قناتي. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد. كيف ممكن نعمل بث مباشر في برنامج التيك توك؟ بطريقة جدا بسيطة وسهلة. أولا خلونا ندخل التيك توك. طبعا أكيد راح يكون في شروط لا تفتح البث المباشر في التيك توك، ومن أهم الشروط هو أن يكون لديك 1000 متابع في حسابك في التيك توك. أولا لتفتح البث المباشر اضغط على الزائد في أسفل الشاشة، وبعدها ترى أمامك كلمات. أول كلمة كاميرا، ثم قصة، ثم القوالب، ثم اللايف. اللايف يكون في الآخر، اللايف بيكون بالآخر. أوكي شباب، لكن هنا ركز جيدا لتعرف أهم الأمور في البث المباشر. قبل البدء البث المباشر في الأعلى يوجد كلمة إضافة عنوان. راح أكتب مثلا أهلا وسهلا، أو يمكنك أن تكتب كلمات أخرى، أهلا بكم، صباح الخير، مساء الخير، كما تشاءون، مثل ما بدكم. أوكي شباب، هون عنا التغيير الصورة. يمكنكم تغيير الصورة، التقاط الصورة، أو التحديد من المكتبة. ويوجد الكثير من الخيارات في أسفل الشاشة. أولا لديك أقلب الكاميرا، ثانيا لديك التجميل للوجه، النعومة، تنحيف الوجه، العين، الأنف، التباين، كريم الأساس، لمعان العين، بريق الأسنان، أحمر الشفاه، الظل، تحديد. وهناك أيضا الفلاتر الذي تريدها أن تستعملها، كلها موجودة. وثالثا لديك المؤثرات، يمكنك وضع المؤثرات الذي تريدها. هناك الكثير من المؤثرات يمكنك وضعها في أثناء البث. وقبل البدء البث إذا كنت تريد مشاركة أصدقائك ليأتوا إلى البث، في المشاركة رأيت زر المشاركة هنا وهناك، ومن هنا يمكنكم التحديد أصدقائك بإبلاغهم أنك فاتح البث. ونسينا زر الإعدادات، فهي مهمة أيضا. هنا فيمكنك تفعيل الزر الهدايا لايف كي يدعمك الناس من خلال البث المباشر. هنا تحت في الأسفل إن كانت ليست خضراء فإنها لا يمكن المشاهدين أن يرسلوا الهدايا في أثناء البث. فعلها في الزر الأخضر كي يتفاعل أو يسمح للمشاهدين بإرسال الهدايا في أثناء البث المباشر. وهناك أيضا الزر مركز اللايف، وزر الاشتراك، وزر التصويت. التصويت هو مثلا لديك سؤال ولديك جوابان، تريد أن تختار بينهما، تريد آراء الجميع، هذا هو التصويت. ومن بعدها يمكنك أن تضغط كلمة ابدأ البث. وهذا هو شرح البث المباشر في التيك توك للمبتدئين. لا تنسوا اللايك، ويهمني رأيكم في التعليقات. مع السلامة.